تخيل معايا كده تتجوز واحدة عشان تكون أمك، حرفيا أمك مسيطرة عليك بشكل كامل، ممشياك زي العروسة اللعبة، مش بتعمل أي حاجة غير بإذنها، مستحوذة عليك كليا. والمشكلة إن دي مش غلطتها هي، أنت أصلا طفل في نفسك، عندك 51 سنة ولسه طفل، محتاج اللي يعرفك الفرق ما بين الصح والغلط. العلاقة اللي هنحكيها النهاردة يا إخوانا هي علاقة توكسيك جدا، مبنية على الخيانة والسيطرة والأنانية. قبل 23 سنة، سنة 2001، بين أفليك بيتعرف على جينيفر لوبيز أثناء تصوير فيلم جيرسي جيرل، فيلم رومانسي لذيذ. وبسرعة الاتنين حبوا بعض جدا لدرجة انهم ما كانوش قادرين يستغنوا عن بعض. اعلنوا خطوبتهم سنة 2002 بعد سنة واحدة من تعرفهم على بعض، ولكن للأسف خطوبتهم ما استمرتش كتير. الأول بسبب ان جينيفر لوبيز اصلا كانت متجوزة في سبتمبر 2001 قبل كام شهر من تعرفها على بين أفليك. جينيفر لوبيز اتجوزت مصمم الرقص بتاعها كريس جود. علاقة استمرت كام شهر. جينيفر ادركت انها ما قدرتش تسيطر عليه، وزي ما تقول كده زهقت منه، فقررت تسيبه. طلبت الطلاق في سنة 2002 وتم الطلاق في 2003. وهي بتطلق من الاولاني حرفيا كانت مخطوبة لبين أفليك وبيحضروا للجواز. ما شاء الله عليها، مش بتضيع وقت، بتنط من راجل لراجل بسرعة البرق. عشان تطلق من كريس رود اضطرت انها تدفع له مبلغ محترم جدا عشان يتم الطلاق بهدوء بدون شوشرة. هي دلوقتي مع حبيب القلب بين أفليك، وفعلا ده اللي حصل. دفعت له 14 مليون دولار عشان تنجز الموضوع. المبلغ كبير جدا، بس اداها درس قيم انها ما تتجوزش مرة تانية من غير ما تعمل حاجة اسمها البريناب. بريناب ده عقد اتفاق بيتم ما بين العريس والعروسة. كل طرف من الطرفين بيحط شروط معينة. العريس مثلا بيقول في حالة الطلاق مش عايز مراتي تاخد مني جنيه، وهي بتمضي على ده، او العروسة بتقول كلام تاني. كل واحد ليه شروطه لازم تتنفذ في حالة الطلاق. في الوقت ده بين أفليك كان مفتون لدرجة رهيبة بجينيفر لوبيز، لدرجة انه اهداها هدية غريبة جدا، تويلت او مقعد مرحاض مصنوع بالكامل من الذهب، والقعده بتاعه مرصعه بالالماس، ثمنه 105 الف دولار. ده حقيقي ملوش اي سبب واضح، حتى هو ده ملوش تفسير اصلا. يعني انت عايزه تعمل حمام فليف تويلت ذهب، ايه الفكره في كده؟ هو قال انه صمم التويلت ده مخصوص علشانها، وخد منه وقت ومجهود وفلوس كتير، وكان عايز يهديها حاجه مختلفه. الناس بتقول ان لوبيز ساعتها كانت بتمتلك كل حاجه، ذهب ومجوهرات وعربيات وقصور، فهو حب يجيب لها حاجه مختلفه تخليها تندهش او تنبهر. ما علينا، في سنة 2003 قبل كام شهر من انفصالهم بتبدأ بقى تظهر علامات الجنون والسيطرة على جينيفر لوبيز. بتتحكم بالكامل في بين أفليك. بين أفليك في الوقت ده كان شاب متهور مدمن كحول عشوائي وطفل في نفسه. جينيفر لوبيز لما جت أحكمت سيطرتها عليه. ممنوع تخرج كتير من غيري، ممنوع تشرب خمرة كتير، ممنوع تشتم، إياك تعلي صوتك وانت في الشارع معايا. وعشان هما الاتنين يتجوزوا اشترطت عليه انه يمضي اتفاق قبل الجواز انه لو خانها من حقها تاخد ثروته، وانه عليه انه يدفع 5 مليون دولار في كل مرة يخونها فيها. يعني لو خانها 3 مرات يدفع 15 مليون دولار، لو خانها 4 مرات يدفع 20 مليون دولار. طب وايه اللي جبرك؟ ما تسيبيه. انا مش فاهم. ده غير ان مصادر كتير قوي قوية بتقول، واللي جاي ده للكبار فقط، ان من ضمن الشروط اللي هي حطتها انهم يعملوا علاقة جنسية اقل حاجة 3 أو 4 مرات في الاسبوع. ودي فسرها الناس انها محطوطة عشان خايفة يخونها، اللي هو انا اخليك شبعان من ناحية العلاقة الحميمية، بحيث ان ما يبقاش ليك حجة في موضوع الخيانة ده. طب ليه لوبيز حطت الشروط دي كلها؟ لان بين أفليك زي ما قلت لك طفل. قبل ما يعرفها كان بيسكر كتير جدا وبيعمل علاقات نسائيه مع ستريبرز او بنات كتير. هو مش مهتم يعرفهم اصلا من كتر الخمره اللي هو كان بيعمل معاهم علاقه من غير ما ياخد باله. كان بيستغل وسامته وشهرته وبيشقط بنات كتير جدا. فلوبيز خافت انه يكرر ده وهو معاها، فاشترطت الشروط دي كنوع من لوي الدراع عشان ما يفكرش يعملها. شروط قاسيه في ناس كتير هتشوفها من حقها، بس لو انت مش واثقه فيه او خايفه انه يخونك فمضطره تراقبيه وتخنقيه طول الوقت. ليه متجوزاه اصلا؟ انت مراته مش امه، ولو هو مش مديك الثقه دي سيبيه احسن ليكي وليه. وده اللي حصل فعلا. في سنه 2003 قبل كام يوم من حفل زفاف جينيفر لوبيز وبين أفليك، بين أفليك اخيرا بينفجر. مش بيقدر يتحمل الخنقه والسيطره، بيتمرد وبيكتشف انه محاصر، مش قادر يسيطر على حياته، تايه وخايف، وبيقرر ينهي علاقته بجينيفر لوبيز. السبب اللي قالوه لالغاء حفل الزواج انهم زهقوا من الصحفيين اللي بيراقبوهم في كل حته، لدرجه ان لوبيز اجرت 3 بنات قريبين من شكلها يقوموا بدورها كعروسه في 3 حفلات مختلفه في 3 اماكن عشان يتوهوا الصحفيين ويربكوهم وما يعرفوش اني حفله هي الحقيقيه. ولما لوبيز اكتشفت ان الموضوع قلب توكسيك وبقوا متحصرين من الصحفيين، قررت هي تلغي الحفل وتاجله. طبعا كل دي اسباب اتقالت للحفظ على ماء وجه لوبيز عشان ببساطه ما تتحركش. مفيش عروسه في العالم بتتمنى ان الناس تعرف ان عريسها قرر يسيبها قبل 3 ايام من زفافهم ويتخلى عنها. فاتفقوا
واتفقوا على السبب التافه ده، واللي يبين لك انه كذب ان لوبيز وافليك دفعوا ملايين لتنظيم حفل زفافهم، من ايجار لمكان في افخم فندق لافخم جزيره وتجهيزه بافخم المعدات والديكورات، ده غير المجوهرات اللي اشتروها مخصوص عشان لوبيز تستعرضها في الحفل لفستان العروسه. ليه كل ده اتلغى في ايام قبل الزواج عشان الصحفيين. اذا كان انت عامله الحفله دي اصلا عشان الصحفيين، عشان يجوا يصوروكوا، عشان الناس تتكلم عن مدى روعه الحفل وينبهروا بيه وتفتخري بيه قدام النجوم هوليوود اللي انت اصلا عازماهم، فالسبب باختصار مش منطقي. بعد انفصالهم بكام شهر هما الاتنين ما شاء الله عليهم مش بيضيعوا وقت اطلاقا. جينيفر لوبيز بتنط من بين افليك للمغني مارك انطوان، بتوعدوا في 2003 وبيتجوزوا بعدها بكام شهر في 2004 وبيخلفوا توأم، بيستمروا مع بعض لمده 10 سنين وبينفصلوا في 2014. اما بين افليك فقصته حوار، بيرتبط في 2004 بالممثله جينيفر جارنر، بيستمر معاها لمده 10 سنين كامله لغايه سنه 2014، بيخلف منها 3 اولاد، بينفصلوا في 2014 وبيتم الطلاق في 2018، يعني بيقعد معاها باختصار 13 سنه كامله. طب ليه بين افليك ساب مراته جينيفر جاردن؟ لانه طفل محتاج مش زوجه، محتاج واحده زي جينيفر لوبيز. بين افليك مهما كبر فهو مازال مراهق متمرد. اثناء علاقته بجينيفر جارنر كان شديد المعاقره للخمره، مدمن كحول بمعنى اصح. مراته كانت جنبه وبتدعمه، بتحاول تخليه احسن، طلبت منه كذا مره يخش مصحه نفسيه وكان بيوافق، بيخش وبيخرج من مصحات لعلاج الادمان وبيرجع تاني يشرب خمره. ما كانش ابيوسيف، ما كانش بيأذيها او بيعاملها وحش او بيشتمها او بيضربها او بيأذي ولاده او بيعاملهم وحش، بس كان بيدمر نفسه بنفسه. اغلب الوقت متغيب عن البيت، ولما بيبقى موجود معاهم مش بيكون في وعيه، مش بيهتم باولاده قوي، بيحاول يتغير بس كل مره بيفشل. ورغم ان مراته ساعتها كانت بتدعمه واقفه جنبه، الا انه بيقرر ينفصل ويسيبها بحجه انه محاصر. بعد سنين من العشره بين افليك بيتمرد وبيقول اخيرا انه مش مبسوط معاها، مش طايقها، مش عايز العلاقه دي تستمر، حاسس انه محاصر، والسبب الوحيد اللي مخليه مستمر معاها هو عشان العيال مش اكتر. مش عايز ولاده يكبروا ويتربوا وسط اب وام متطلقين في بيت منهار. وعشان كان تعيس كان بيلجأ للخمره كتير فبيدمر نفسه. وهنا بيدرك ان حياته البائسه دي حلها الوحيد للخلاص منها انه يسيب مراته، وبالفعل بيترك جينيفر جارنر وبينفصل عنها بعد 13 سنه جواز. عارفين المشكله في ايه؟ انه بعد ما بينفصل عن مراته بيظبط حوار الخمره ده، بيقلل ادمانه بشكل كبير قوي، بينتظم في مشروع علاجي، بيعدل حياته وبيحس بالحريه بشكل اكبر. ولكن لسبب ما كان لسه تعيس، مش عارف ينبسط. وهنا بالصدفه البحته بعد 20 سنه من انفصاله من جينيفر لوبيز بيتواصلوا مع بعض في احدى الحفلات. في الوقت ده جينيفر لوبيز كانت متطلقه من جوزها مارك انطون ومرتبطه بواحد تاني اسمه الكسندر رودريجيز بقالها كام سنه. اول ما بين افليك بيتواصل معاها ده بيحرك نيران الشوق واللهفه جواها، العلاقه بتشتعل وبتقرر انها تسيب حبيبها وترجع تاني لافليك بعد سنين من الهجره والبعد. العلاقه كانت غريبه، لوبيز بطبيعتها كانت مسيطره، استحوذت على افليك بالكامل من ساعه ما ارتبطوا لغايه دلوقتي. مفيش صوره بين افليك طالع فيها مبتسم، دايما حزين. ومره وهو ماشي جنبها يفتح باب العربيه ليها واول ما تخش يرزعوا في غضب زي العيال اللي امهم منعتهم من اللعبه وبتعاقبهم. او في حفل الجراميز لما كان قاعد جنبها ولسه هيشرب كاس بيره خفيف، راحت لوبيز بصاله وقالت له لا اياك تشرب، فبيكشر وبيمتعض وبيقضي الحفله بائس ولوبيز بترقص جنبه. او يا عيني لما حد قدم له كاس شمبانيا في حفله تانية، لوبيز خدت الكاس من ايده ودقته عشان تتاكد فيه كحول ولا لا قبل ما هو يشربه. سيطره لوبيز عليه كانت كامله لدرجه انه حرفيا ما كانش بيخرج من البيت من غيرها، ده غير انها مهووسه للحفاظ على صوره الزواج السعيد او المثالي، لدرجه انها دايما جنبه ماسكه ايده، مش مخليه سواق يسوق لها عربيتها، هو اللي بيوصلها في اي حته هي عايزاها عشان الصحفيين ياخدوا صورهم سوا طول الوقت. لما بيتفسحوا بتكون حريصه انه يبوسها قدام الكاميرات، او يكون لبسهم زي بعض مطقم على بعض كقابل مثالي. كل ده اثناء علاقتهم وهم مرتبطين. وحتى بعد ما اتجوزوا في سنه 2022 لوبيز دايما تطلع في لقاءات توصف بين بحب حياتها، فخوره بخاتم الالماس اللي جايبه لها وخطبها بيه. ان الجواز كان فكرته هو، انه فاجئها مره اثناء تصوير احدى افلامها وخدها من ايديها وسافروا على فيجاس هي وعيالهم، عيالهم من مراته الاولانيه وعيالها من جوزها الاولاني، واتجوزوا هناك في حفل تقليدي بسيط. رغم ان الصور بتقول لا الحفله دي مترتب لها من كتير جدا، مصروف عليها كتير وناس كتير حضرت، مش عشوائيه ولا تلقائيه زي ما بتقول. لما صحفي سالها هو ليه بين بيطلع دايما في الصور معاكي بائس او حزين، قالت دي اشاعات، اخبار كاذبه، مجرد عناوين جذابه تشد القراء وتخلق دراما او مشكله مش موجوده. بين بيحبني ومبسوط جدا معايا، وتقدر
وتقدر تساله بنفسك. ممكن فعلا تكون دي اشاعات، ممكن تكون الناس بتأفور، رغم ان مصادر كتير مقربه من جينيفر لوبيز وبين افليك بتقول ان بين بيوصف علاقته بلوبيز بعلاقه فيها الحلو وفيها الوحش، مش زواج مثالي زي ما هي بتوصف. من سنه بالظبط بتظهر صوره غريبه من صحفيين مصورين بين افليك في عربيته وجنبه طليقته جينيفر جارنر ووراهم ولادهم، كانوا بيضحكوا ومبسوطين وهي شبه حضناه. كل ده وبين ساعتها كان وما زال لغايه دلوقتي متجوز لوبيز. صور غريبه قسمت الناس، منهم اللي قالوا ان بين افليك مش سعيد مع مراته لوبيز ومشتاق لطليقته واسرته، الاسره اللي اتخلى عنها وعايز يرجع لهم، عشان كده دايما صوره مع طليقته بيكون مبسوط ومع مراته لوبيز بيكون تعيس. ومنهم اللي قالوا ان جينيفر جارنر دي حربايه عايزه تاخد الراجل من مراته، بتلعب عليه بمعنى اصح. وفي اللي قال ان الصور دي عاديه جدا، الناس بتصنع دراما من لا شيء، ده مجرد واحد مع طليقته وهما الاتنين بيربوا عيالهم فعلاقتهم مع بعض كويسه عشان عيالهم مش اكتر، مفيش اي توتر هنا، او واحده عايزه تاخد طليقها من مراته او واحد مشتاق لمراته القديمه، مفيش الكلام ده. بس الاخبار دي بتنتشر بسرعه جدا لدرجه ان لوبيز نفسها بتتضايق، فبتقرر ترد عليها وبتنزل وثائقي بيسجل تاريخ علاقتها بافليك. علاقه بدات من 23 سنه وانتهت بالجواز، علاقه حب بين اتنين ما يقدروش يستغنوا عن بعض، اتنين القدر جمعهم بعد سنين من الشوق واللهفه، توأم روح بمعنى اصح. فيلم مؤثر شاعري بيحاول يوصف لك ان علاقتهم قد ايه مثاليه، وان هما الاتنين طيور سعاده بيحلقوا في السماء، رغم ان صور واخبار كتير بتقول عكس كده. محدش عارف في الحقيقه فين، محدش عارف هل هما فعلا في زواج مثالي مبسوطين ببعض، ولا تعسى مع بعض، او بين افلك تعيس، او هي مسيطره عليه بشكل كامل، او الناس بتخلق دراما من لا شيء. بس كل ده بيخليك تسال نفسك سؤال مهم، هل فعلا الاتنين دول علاقتهم توكسيك ومؤذيه، ولا فعلا ما يستاهلوش غير بعض، مش هيلاقوا سعادتهم غير مع بعض؟ الام المسيطره والطفل المتمرد اللي محتاج دايما رقيب عليه يفهمه الصح من الغلط. بس كده يا معلم تخلص حلقتنا على كده. قول لي رايك في الكومنتات، مستني رايك جدا. وكالعاده ما تنساش تعمل لايك بعد اذنك، يعني لو وصلت لغايه هنا وعجبتك الحلقه اعمل سبسكرايب، لو لسه اول مره في القناه اعمل لي فولو سريع على الانستا، وبيس.